وإنما الارتباط يتم بمرحلة النضوج. النضوج على قسمين، هو النضوج الجسدي والروحي النفسي، هو ما يعبر عنه بالعامل السايكولوجي والعامل الفسيولوجي. هذه العوامل تجتمع في تنضيج شخصية الإنسان، في تكوين شخصية الإنسان. لذلك نرى أن هنالك تأكيدا من علماء التربية، وقبل علماء التربية نرى أن القرآن الكريم يتحدث عن هذه المرحلة، وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو نظرتم إلى الذين كانوا مع رسول الله كمصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان عمره 16 سنة في بعض الروايات. أسامة بن زيد أيضا كان في هذه المرحلة. نرى أن مجموعة كبيرة حتى في أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني القاسم كان هو في مرحلة المراهقة المبكرة، لأن العلماء أيضا المراهقة يقسموها إلى 3 أقسام: المراهقة المبكرة اللي من عمر 11 إلى 14، وعندنا المراهقة الوسطى اللي من مرحلة 14 إلى 18، وعندنا المراهقة المتأخرة اللي هي من عمر 18 إلى 21. يعني الإنسان يعني قد المراهقة تصيب الإنسان في إحدى هذه المراحل، ولكن المرحلة المشهورة عند الناس هي المرحلة الأولى اللي عن مرحلة 11 إلى 14، وأحيانا تستمر يعني بعد 21. إي نعم. طبعا هذا اللي يسموها الآن البعض يصطلح على أن المراهقة ما بعد 40 للسلوكيات التي يقوم بها الإنسان. طبعا هي هذه العوامل أيضا، لأن الإنسان في مرحلة المراهقة لم يؤدي الكوامن الموجودة في داخله. مثلا الطفل إذا أنت سجنته في داخل الدار وما خلته يلعب زين، هذا لما يكبر تبقى هذه الأحاسيس موجودة عنده، فلما يكبر نشوف أنه سلوكيات يمكن عمره 25 سنة ولكن نشوفه يؤدي أعمال طفل اللي عمره مثلا 12 سنة. فلما نسأل يقولون شوف هذا شلون أخلاقياته، كأنه واحد طفل الآن أنت العمر ما تستحي تسوي هذه السلوكيات، مو عيب عليك، في حال أنه هذه جريمة. الجريمة من ارتكبها في حق هذا الطفل؟ أهله كبتوا عليه، سجنوه، ما خلوه يلعب. اليوم أنت الآن لاحظ إذا تجيب الطفل في هذا الجانب، الطفل إذا خليته في داخل الدار قعدت 10 أيام ما أعطيته لعبة، ما طلع برا يلعب شوية زين، لما توديه إلى حديقة عامة تشوف الطفل يركض، تصرفاته وحركاته يركض. ليش؟ لأن عنده طاقة، هذه الطاقة موجودة في كبت موجودة. أحسنتم. هذا الكبت يريد يطلع من عنده شلون؟ فيبرز هذا الشيء. الطفل داخل البيت لما يكسر حاجة، ليش يكسرها؟ ليش الشيطان مثل ما يقولون شيطان صاير؟ ليش يكسر شيء؟ ليش يأذي؟ ما يعبر عن فد شيء بداخله. أحسنت. يعني هذا موجود في داخله، أنت ما قاعد تطلع برا عشان ينفس عن نفسه. هذه الطاقات اللي موجودة فيه علشان يعبر عنها وينفس عنها تخليه في داخل البيت زين. فهذا شيء يسوي؟ يروح مثلا يأذي أمه، يروح مثلا ورقة يمزقها، يروح على كتاب يسوي، يعني بالنتيجة يريد هذه الطاقة يطلعها. احنا اليوم مجتمعنا الشرقي وما يسمى بالعالم الثالث، مجتمعاتنا اليوم ما تلتفت إلى هذه التربية. ليش؟ لأن هذه المراهقة اليوم مع الأسف اليوم الشاب بتتزوج والشاب يتزوج ويتزوجون، لا هو الشاب يعرف قضية تربية الأبناء ولا الأم تعرف هذا الشيء، يعني ماشيين على الفطرة. لذلك تشوف أنه الأبناء هم الضحية الأولى، واصل لمرحلة المراهقة. زين هذا المراهق يعني لما لذلك أشوف اللي عمره 12 سنة إذا تعامل طفل عمره مثلا 6 سنوات يقول لك أنا مو طفل، أنا مو صغير، أنا كبير صاير. هو شنو هذا؟ هو هذا النضوج اللي قاعد يصير عنده، هذا التغير السايكولوجي والفسيولوجي، عوامل بيولوجية متدخلة فيه أيضا، يعني عوامل من الأرض مربوطة بالإنسان، هذا أيضا تتدخل في تكوين هذه الشخصية. فمرحلة المراهقة أنا في الواقع قبل كنا نتكلم إحنا في محاضراتنا وبحوثنا كنا نركز على الشباب. إحنا من خلال الواقع العملي لاحظنا أن مرحلة الشباب هي مهمة وخطرة، ولكن الأخطر هي مرحلة المراهقة، لأن هوية الإنسان تتكون في هذه المرحلة. وهذه نقطة مهمة، أنه اليوم الآن أنت لو لاحظت حتى بالنسبة للغربيين، شوف اليوم الغربي كل هذه أفلام الأكشن اللي في هذه القنوات اللي ما أريد أذكرها، القنوات اللي تعمل 24 ساعة أفلام، مسوي أفلام، تصور هذه لأي شريحة. صدق أن هذه موجهة إلى هذه الشريحة، مو بس الأفلام، يعني حتى إذا رحت إلى هوليوود
تلاحظ هذه افلامهم موجهه في المرحله الاولى لهذه الشريحه. تروح الى مثلا البرامج التلفزيونيه اللي الغرب الان ينتجها، لا تتصور ينتجها للشباب، قبل الشباب ينتجوها للمراهقين. لذلك تشوف الذين يتفاعلون مع هذه البرامج اللي بيها مثلا تصويت عبر المسجات، شوف من يشترك فيها. حتى الالعاب هذه مو رياضه؟ مو رياضه اليوم هذا العالم، شوف ريال مدريد وبرشلونه وماخذ العالم كله، مو تجمعات كبيره مو من الشباب، حتى اللي عمره اليوم 12 سنه و13 سنه يطالع هذا الشيء. يعني هذه مرحله صارت مرحله المراهقه، مرحله الغير التفت لهذا الشيء، والاسلام ركز عليها. لذلك الروايه تقول ان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرسل واحد من اتباعه الى منطقه من المناطق لبيان فكر اهل البيت سلام الله عليهم ويدعو اليهم. وراح ورجع الامام قال له شلون انطباع الناس، شلون تفاعلهم؟ قال له يا ابن رسول الله تفاعل جدا ضعيف وقليل. قال عليكم بالاحداث. الاحداث اليوم اذا تروح للغه تلاحظ انه ما تتعلق بمرحله الشباب، هي مرحله المراهقه. ليش؟ لانه الطفل ما تقدر تواجهه انت. نعم اكو مراحل تمهيديه، بس المرحله المهمه انه مرحله الحدث. الحدث هي مرحله المراهقه. يعني هذه المرحله اللي اليوم يسموها مرحله الكشافه. تدرون اليوم احنا بمجتمعاتنا ايش قد عندنا اهميه شيء اسمه كشافه؟ ليش؟ لان هذه مرحله المراهقه، متروك الولد هذه يروح للمدرسه، يرجع من المدرسه شو يسوي؟ يحل واجباته ويروح يلعب، وبعدين ماكو شيء. اجت ايام العطله الصيفيه، العطله الصيفيه المراهق هذا اذا اليوم ما تسوي له برنامج، ما تجمع. المشكله وين؟ غير المتدينين شو يسوون؟ الليبراليين والعلمانيين يروحون يسووا له بس برامج ترفيهيه. زين، المتدين شو يسوي له؟ يسوي له دوره يعلمه قرآن ويعلمه دين. مو بس هذا، الطفل يحتاج له، هذا المراهق يحتاج له الى ترفيه، يعني تعلمه قرآن ودرس رياضه وراه، وبعدين تعلمه دين، وبعدين توديه للسباحه وتوديه يلعب كره قدم وترفه عنه، توديه الى الحديقه يطلع برا. احنا مشكلتنا حتى خطابنا مع هذه الشريحه مو قادر نوصل له. صح. نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هي أهم المخاطر اللي يمر بها المراهق في هذه المرحلة؟ يعني عندنا احنا مرحلة المهمة جدا اللي شوية لازم نتكلم بصراحة. يعني البعض يسميها جرأة، بس هذا واقع. هسه احنا لازم ما نصير مثل النعامة. النعامة لما تركض وراها تخبي راسها زين بالتراب. نعم. تتصور الناس ما قاعد يشوفوها. زين، احنا اليوم مجتمعنا اسميه المجتمع الملتزم. ما اقدر اقول المتزمت، لانه احنا ضد هذه الكلمه المفرده. مجتمع الملتزمين يعني الناس، العائله المحافظه، العائله المتدينه. تتعامل، لازم نتعامل مع الامور بحقائقها. اليوم لما نتكلم احنا المراهق، الاخطار اللي تواجهه، الاخطار اهم شيء الان اليوم النمو الجسدي صحيح، ولكن المشكله الروحيه اللي عنده، الكبت اللي يصير عنده. شوفوا مره تكلمت مع خبير في العلاقات الزوجيه، قلت له انت ايش كثر قاعد؟ قال لي انا شيخنا قريب 1000 حاله مشاكل بين زوج وزوجه قاعد وياهم وحاكي وياهم وشايف مشاكلهم. قلت له شنو اهم عامل شفته انت؟ قال لي كلمه، اللي هذه الكلمه انا ما قاريها في كتاب ولا سامعها من احد، بس هذه من الخبره من التجربه. قال اهم مشكله اللي يواجهوها هي من عالم الطفوله. شلون؟ يعني عمره 25 سنه 30 سنه فشل مع زوجته في التعامل، في التواصل، في التفاهم. ليش؟ شنو المشكله؟ احنا شنو نتصور؟ نقول هذا الولد هو بمشكله. لا، مو الولد بمشكله، المشكله في الوالدين. انا ما اريد اذب اللوم كله على الوالدين علشان الابناء يقولون يعني بالنتيجه المشكله بس بالوالدين. لا، بس اقول العامل الرئيسي هو الوالدين. شنو المشكله؟ يقول الانسان اللي يصاب بعقد نفسيه من ايام الطفوله، يعني هذا كل ما طبل ابوه كفخ على راسه، كل ما سوى شغله الام صيحت عليه، اجت الام ضربته قرصته، ما ادري سجنوه، او مثل هذا راح تاثر عليه سلبيا احسنتم. يعني نفس هذه الحاله اللي قبل ايام صارت في احدى المحافظات الجنوبيه، انه امراه معلمه في داخل الصف، طفل ياذي، قريته في الاخبار، ياذي هذا الطفل، تشيله اجلكم الله تخليه سجنه في داخل احدى الحمامات بالتواليت، السجن هناك، تعاقبه بهذه الطريقه. والفصل الدراسي ينتهي، اليوم الدراسي ينتهي، وتنسى انه هذا الولد هناك خالته هي وساده عليه الباب، قافله عليه الباب. وش يصير؟ تروح للبيت ويصير العصر ويصير الليل،
تنسى نص الليل تتذكر انه هذا الطفل دخلته في داخل الحمام هذا وقفلت عليه الباب. يوم اللي تخبر الاداره والبعض الجماعه يروحون منتصف الليل الى هذا المكان يشوفون الطفل ميت. هذا من ايام، هذه من ايام، هذه مو في القرون الوسطى، هذه مو جريمه؟ انت امراه، المراه مليئه بالعاطفه، بالمشاعر، بالاحاسيس. الطفل لما يكون بهذه المرحله انا اعاقبه، شو يصير في هذا الطفل؟ الطفل الان اذى، طبيعي الطفل ياذي. انت لما غير تصرف، يعني اتصور انا هاي المشكله بهاي المراه هي نفسها. احسنتم. يعني الان انت لما كنت بهذا العمر انت تاذين امك وابوك؟ ابنك اليوم لما يكون بهذا العمر ما ياذي؟ يعني اليوم هذا حل انه واحد اللي بهاي المرحله يحتاج لرعايه اكثر، رعايه اكثر. انا اجي الطفل قتلت نفس انت، وشنو صار بها؟ صارت قضيت عشاير وقتلوا من اهل المراه وقتلوا وصارت قتل وقتال وكذا، ليش؟ من خطا واحد. زين، هذا الخطا تعتبروه انه صدفه؟ مو صدفه، هي المراه هذه عندها مشكله من الطفوله مع احترامي لها، يمكن الان تسمع صوتي هي. هذا خطا. وكثير اليوم في مدارسنا، اليوم كثير في مدارسنا اب يقول لي هذه هذول بالنتيجه هاي مرحله مهمه، مرحله مراهقه هي هذه. يقول لي اروح اقول له انت ليش تضرب ابني؟ يقول انت اول اب تجيني تقول لي ليش تضرب ابني؟ كل اب يجي يقول اذا اذى اكتله اكفخه. هذا التصرف غلط، هذا الشائع طبعا عندنا. نعم، فهذه مشكله. انت هذا اليوم عمره 10 سنوات يحس له كيان. اليوم حتى الطفل، رسول الله صلى الله عليه واله مو جابوا له الطفل في الروايه الامام الحسين، في روايه طفل اخر جابوا له لما تبول ذلك الطفل على ثياب رسول الله، مو اجت ام سلمة جذبته يعني شنو؟ ضربته؟ لا، جرته. قال ماذا تصنعين؟ قالت يا رسول الله تبول على ثيابك. قال هذه إراقة يزيلها الماء، ولكن أنت الآن جعلت على قلبي غشاوة، هذه الغشاوة لن تزول أبدا. جذبة واحدة رسول الله يسميه غشاوة لن تذهب. شلون الكفخات؟ شلون الضرب هذا؟ إذا سمحت الشيخ، نعم. يعني هي سلسلة متواصلة. الطفولة لها علاقة بالمراهقة، والمراهقة نعم. هي تحدد مستقبل الإنسان وبناء نعم. شخصيته بالمستقبل. يقين. يعني هو هذا اللي ردنا نوصل له احنا، هذا سؤالك هو ردنا نوصل له، انه شخصية الإنسان تتكون، هو هذا كلام الباحث الاجتماعي، يقول العقد النفسية التي يمر بها المراهق أيام الطفولة هي هذه تؤثر على صياغة شخصيته. نعم. يعني اليوم الفشل في العلاقات الزوجية من وين؟ ترى مو الآن، هذا هو بناء أساس. مثل أنت اليوم باني بيت، البيت هذا بيه أساسات، صحيح؟ بيه أعمدة. زين، البيت بعد 5 سنوات شفت الحائط انفطر، هذا مو هسه انفطر، هذا من يوم اللي سووا الأساسات خطأ. هذا خطأ من ذاك الوقت بادي. هو اليوم بالتربية المراهق اليوم يحتاج لعناية. شوفوا الآن الأب يروح مثلا احنا في كربلاء أو في النجف أو في الكاظمية أو في أي بلدة من بلاد العالم، اليوم الأب يطلع يروح مثلا راح إلى مجلس حسيني، قليل من الآباء تشوف ماخذ ابنه وياه. ليش؟ رحت إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، رحت إلى زيارة الكاظمي، رحت إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، رحت إلى مسجد السهلة، رحت إلى مسجد الكوفة، رحت إلى هذه الأماكن العظيمة. تشوف إنه عيف الابن يلعب بالشارع أو قاعد يلعب بلاي ستيشن، قاعد يلعب جيمز، مثلا يروح قاعد يلعب تشاتنج داخل اليوم شوية، لأنه اليوم حتى الأولاد ترى شوية دخلوا في البرمجة العصرية اللي صايرة. حتى أنا قبل أيام شفت طفل عمره سنة، سألت أبوه قلت له ايش قد عمره؟ 1 و7 أشهر. راح على الآيباد راح فتحه، طلع اللعبة مالته، لعب، ضاج من عندها، سكره، فتح له لعبة ثانية. 1 و7 أشهر. يعني شوف اليوم 1 و7 أشهر بدأ يعي يتعامل مع الآيباد. زين، شلون اليوم الولد اللي عمره هذه المرحلة ايش قد يحتاج له اهتمام؟ يحتاج له، يعني اليوم ايش قد يحتاج له اهتمام، تواصل، ايش قد نصغي لهذا المراهق. اليوم ترى نادر بس يتكلم كلمة لأبو قدام الآخرين يهم ابنه، صح. وقدام الآخرين يضربه. تقول له شلون تضربه؟ يقول ابني بكيفي. ابني وين بكيفك؟ هذا أمانة بيدك، هذا أمانة بيدك لازم ترعاه. يعني اليوم أنت لما تنظر إلى الأب يهين ابنه قدام الآخرين، يسفل بيه أمام الآخرين، تريد هذا يطلع عبقري؟ تريد هذا يطلع بروفيسور؟ تريد هذا يطلع دكتور؟ يطلع مجموعة من العقد النفسية. باكر تشوف يوميا يسوي لك مشكلة. من وين؟ فالمخاطر الحقيقية إذا نريد نراجعها، نلاحظ أنه في مرحلة المراهقة ومرحلة جد، أنا أقول بصراحة
يعني أنا ما أقول إنه مرحلة سهل التعامل معها، لا، أقول مرحلة صعب التعامل معها. يعني اليوم إحنا تعاملنا مع هذا الجيل جدا صعب. ليش؟ لأنه هذا قاعد يتحول. البلوغ هو العلماء يقولون تغير جسدي. المراهقة طبعا بعض المراهقين يضجون من هالعبارة. يعني أتذكر بالخليج البعض لما أقول له مرحلة المراهقة يقول شيخنا هذا الاسم معقدنا. شوف العبارة، معقدنا الاسم. ليش؟ يقول لأنه أي حركة نسويها يقول ذول مراهقين أو هذني مراهقات. شوف شنو قاعد يسوون؟ أو اليوم أنت حتى هذه الشريحة الخطرة هذه إذا ماكو توجيه لها. قبل إحنا ما عندنا فيسبوك. اليوم تشوف حتى المراهق يفكر بالفيسبوك. زين، هذا لما يريد يكون عنده صفحة بالفيسبوك وماكو توجيه له، تدري وين يوقع؟ الآن ايش كثر مراهقين اكو تطلع برا شوف بيده جيجار وقاعد يشرب. ليش؟ شنو السبب؟ وين الغلط؟ التوجيه. ماكو توجيه. فمرحلة خطرة. اليوم إذا اعتاد على الجيجاير، الدخان، أو لا سمح الله المخدرات من المراهقة، أو تعود على مثلا السماع الأغاني، زين، مشى مع رفاق سوء. اللي اليوم الآباء والأمهات، الأم رايحة على شغلاته، الأماي وحدة حبابة خوش مرة طيبة تروح للقرايات. زين، بنتك وين هالمراهقة؟ وديتيها وياك بالمجالس هذه؟ وديتيها للزيارة؟ رحتي إلى صلة الرحم وديتيها وياك؟ يوم هذول قرايبك هذول. اليوم كثير من الأبناء ما يعرفون عمه، ما يعرفه أبناء عمه، ما يعرفهم بسبب الأهل. هذا السبب. فإذا مرحلة يعني في الجانب الاجتماعي، في الجانب الديني، في الجانب العقلي، يعني كل عوامل النضوج احنا ننضجها في مرحلة المراهقة. يعني اليوم إذا عندي أنا ثمرة، إذا اليوم عندي شجرة برتقال، هذه شجرة البرتقال بدأ طلع قداح، زين، هذه المرحلة إذا أنا ما سقيتها للشجرة هذه وما اهتميت فيها، الثمرة هذه ما راح تكون نضوجة ذاك النضوج الصحيح. زين، اليوم الولد نفس الشيء لما يكون في هذه المرحلة وأنا ما أهتم به، ما أرعى رعاية، طبيعي تودي للقراية وياك للمجلس راح يأذي. أنا أدري يأذي، يمكن يضرب له واحد، ما يخالف، وجهه. ما كل يوم طفل ما بيه مشكلة، وجهه. بعض يتجنبون يعني ما يطلع الطفل وياه بسبب هاي المشكلة، يقول لك وكح أو يأذينا أو سيء الخلق يكون أحيانا. طبعا هذا الآباء والجهة الأخرى مشكلة مجتمعاتنا. يعني أبو الحسينية مثلا، أنا أدري بعض الحسينيات النسائية تقول تعال بس لا تجيبين ابنك وياك أو بنتك. نعم. هذا أكبر غلط. زين، خلينا نسوي حسينية وخلينا نسوي بصفها قاعة. هذه القاعة مثل في أوروبا الآن، في أوروبا بعض الحسينيات مسوين هذا البرنامج. أسوي قاعة صغيرة لهذول الصغار، الأطفال. نعم. أطفال نلعبهم، خلي بيها ألعاب، علموهم سورة الحمد، قل هو الله أحد، ذكر الصلوات. زين، ما يخالف إلى جواره، بس لازم أودي أبنائنا اليوم ابن حتى إذا أذى لازم أوديه شوي شوي. أنا كأب، وأيضا أصحاب الحسينية لازم يتعقلون. أصحاب حسينياتنا لازم اليوم يعرفون أنه هذا جيل المستقبل، هذا اللي احنا نصنعه، هذا اللي لازم نهتم به، هذا اللي لازم احنا نرعاه، هذا اللي لازم اليوم نعطي وعي لهذا الشيء. طبعا اكو مشكلة ثانية أيضا في يعني اليوم مثلا في المجالس النسائية، البنت المراهقة، زين بأي صفية؟ الصف الخامس الابتدائي، ايش قد عمرها تقريبا تطلع البنت مثلا او الولد؟ تقريبا 11 سنة. هي 11 سنة. زين، الآن هذه 11 وروح المتوسطة. زين، نعم. هذه مرحلة البنية تروح إلى مجالس نسائية، المولاي تقرأ بس لطمية أو تقرأ نعي، ما يخالف، عظيم النعي والرثاء، هذا هو رسالتنا. بس أكو كلمة توجيهية، موعظة ماكو، أكو موعظة. بلي. أكو اليوم عندنا مولايات بالمستوى الثقافي الجيد، بحيث إذا هذه المراهقة صار عندها مشكلة، بدل ما تروح صديقتها بالمدرسة، ترى اليوم كل بلاءنا من صديقة المدرسة ومن صديق المدرسة. يعني اليوم أنت ابنك أو أخوك السيطرة عليه بالبيت، بس راح للمدرسة 6 ساعات، ما تعرف بالمدرسة ايش ما السيطرة. اليوم حتى في مجتمعاتنا الشرقية تشوف البنية تطلع الا تجيب لها سيارة من الباب، ولا اكو شباب واقفين لها برا، او عند الثانويات والاعداديات شباب واقفين برا ويراهنون. انا اجيب لك خبر، ويراهنون انه هذه احنا نقدر عليها وذيك نقدر عليها. زين، هذه بنية مراهقة، او يعني مراهقة الان لما يتحدوها بهذه الطريقة، يجي ولد يذب عليها رقم، يجي ولد يكلمها هي ورايح للمدرسة، ولا كل الوقت هي مسجونة بالبيت،
وصديقتها تقول انت ما تفتهمين، هسه جربي ما يخالف تجربه. هذا الغلط يبدي وماكو توجيه. زين اذا كانت اليوم الملايه اللي تقرا في مجالس العزاء اذا عندها ثقافه وتعطي محاضره بدال ما هذه البنيه عندها مشاكل باي شيء، هذه مرحله نضوج مليانه مشاكل، او الامه تفهمها لانه مو من هذا الجيل. زين الملايه هم تقرا بس هذا قضيه سماحة النعي الشيخ، واللطم وهذا هو. حتى وان وجدت الموعظه فهي ما تكون بهالاتجاه هذا. نعم. دائما يركزون على مواضيع بعيده عن المشاكل، بعيده عن الواقع، بعيده عن ما يستهدفون هيك فئات عمريه. صحيح. فهنا هي هم ايضا مشكله، انه حتى وان وجدت فما تتوجه لهالفئه العمريه. اي نعم. فيعني هو يعني هذه مرحله المراهقه محاطه بكم هائل من الاخطار ومن المشاكل. واليوم اذا اليوم ما قدرنا، شوف اليوم حتى شوف الان هذه ظاهره الايمو اللي يسموها بالعراق، هذه الجنس الثالث خلينا نحكي بصراحه، والجنس الرابع اللي يسموهم ذني بويات. يعني البنت المسترجله هذه البويه الجنس الرابع. الجنس الثالث اللي هو الشاب اللي متوجه الى الانثويه. هسه ما اريد اتكلم بهرمونات ما هرمونات، ما اريد اتكلم، هذا جزء من عنده من هذه المرحله. من هذه المرحله هم مرحله المراهقه. يعني الان انا ما اتكلم بتفاصيل الموضوع، بس هل الحل القتل؟ اشيل بلوكه واقتل واحد؟ وهذا حرام شرعا. انت من وين عندك اجازه شرعيه تقتل انسان بشر حتى اذا غلطان؟ يعني اليوم الغلط حقي قتله يعني مو هذا الكلام. يعني اليوم انا اقتل واحد ولا هذا ذولا جماعه الايمو تعال اي شنو يعني الايمو؟ تعرفت شنو هذا؟ بعدين هذا مريض، المريض شلون يعالج بالقتل؟ فهذه مشكله عندنا احنا. هذا يحتاج الوعظ يعني هذا نعم، نحتاج الى مراجعه حقيقيه، نحتاج الى معالجه بالواقع الاجتماعي. اليوم احنا عندنا مشاكل، يعني خطبائنا اساتذه الخطباء لازم يلتفتون لهذا الشيء، علمائنا ومرجعيتنا يلتفتون لهذا الشيء، وحتما هم ملتفتين، بس احنا نريد التفات اكثر. اليوم حتى على مستوى الجامعات يحتاج الى توجه اكثر، التفات اكثر. اليوم هذه مرحله المراهقه، صدقوا حتى هذا الايمو اللي يقولون عنه، حتى هذا ذول البويات، البنت شايف بنيه تتعامل كانه رجل شاب. نعم. كانه شاب. زين هذا من وين؟ هذا مو من مرحله الشباب، هذا كله من مرحله المراهقه. هذه المخاطر نتكلم عنها، عدم الرعايه وعدم الاهتمام من يعني اكو امور واحد ما يقدر يحكيها بالشاشه. يعني كم من تخلي وقتها ويا بيتها تسمع لها شويه. كم من اب يجي يقول للابنه تعال ابني انت مرحله المراهقه، عندنا احنا تدرون فد مشكله بالمراهقه كلش كبيره، عندنا البلوغ المبكر. قبل الشاب هالاثارات ما كانت موجوده، قبل ما كانت تلفزيونات، ما كانت هالموبايلات هذه، ما كانت هالمواقع الانترنت. الشاب كان يبلغ بال 16 يمكن بال 15 يعني بالعمر. اليوم عندنا بلوغ مبكر. تدرون ايش كثر هذا البلوغ المبكر يشكل خطر على المجتمع؟ الامه تدري سواء كانت بنت او شاب. زين هذا ما يريد له استعداد من قبل، ما يريد له تهيؤ من قبل. اليوم الام فاقد الشيء لا يعطي. الام اذا هي ما عندها وعي شلون تعلم بنتها؟ الابو اذا هو ما يعرف الغسل شلون يعلم ابنه؟ شلون يعلمه علامات البلوغ؟ اذا هو الابو ما يعرف يتوضا شلون يعلم ابنه الوضوء؟ اذا هو الحمد ما يعرف يقراها شلون يعلم ابنه؟ اذا المخاطر الاجتماعيه وصديق السوء البلاء الاكبر اليوم هذا. زين اذا هو ما يعرف البلوغ المبكر شلون يقدر يعلم ابنه هذا الشيء؟ فهذه مشكله. يعني اليوم انا بالبرنامج ما اريد اذكر مشكله بس. انا هسه يقول لك البعض يذكر مشكله، زين وين الحل؟ نشكل احنا جايين للحل. نعم. احنا جايين نبين المشكله، وفي اطار بيان المشكله ايضا نبين الحل. احنا نبحث عن الحلول الصحيحه اللي اليوم كثير من الامهات تقول لي هذه بنتي ما اقدر عليها، عمرها 16 سنه، حجاب عليها واجب بتتحجب، وكل ما اقول لها ما تسمع كلام. يجي ابو يقول لي هذا ابني ما يصلي، عمره 16 سنه، زي مراهق هذا، وما اقدر عليه وما يصلي، شو اسوي له؟ شو اسوي له؟ انت غلطان. يوم اللي كان عمره 10 سنوات ما وديته وياك المسجد، ما وجهته بالصلاة، احسنتم، ما وجهته، ما ربيته. انت هذه بنتك من اول يوم ما وجهتيها. اذا والله هسه اكو بنات عمرهم مثلا 6 سنوات لابسه فد عبايه صغيره،
هيك وكل شويه واقع من عندها، ما يخالف. مو هي تتونس بيها، امها لابسه عبايه لبسيها وياك. من الطفوله للكبر. بارك نعم. الله فيك. هو هذا نريده احنا. الطفوله مو واجب شرعي عليها عبايه البنيه، بس عمرها 6 سنوات في عبايه صغيرونه هيك البسها. زين البسها رفطه شعرها طالع ما يخالف. 7 و8 بعد قبل البلوغ. انا مره واحد في احدى الدول قلت له هذه بنتك شكلها عمرها اكثر من 9 سنوات. قال لا شيخنا بعد 6 ايام، بعد 6 ايام يصير عمرها 9 سنوات ويصير مكلفه. قلت له زين لبسها حجاب. قال لا بعد حتى قبل شهر قبل شهرين شو يصير يعني الطفل يتعود على هيك؟ لا قبل سنه. نعم. هذا الشيء بصالحه يعني. المشكله يقول لا بعد 6 ايام باقي. احسب لها يعني تكون ضابط الا 9 وانسان سنوات. مؤمن ملتزم وانسان مصلي. زين انت تقول هذا الكلام، زين بقيه الناس شو يقولون؟ شو يقولون؟ إذا سمحت الشيخ يعني هي المسؤولية لا تقع على المراهق فقط، وإنما هي مسؤولية الأهل والمجتمع. نعم. وحتى الدولة تتحمل صحيح. جزء من هذه المسؤولية. اي نعم. شكرا لكم سماحة الله الشيخ. يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.